اهلا اهلا، النهارده هنعمل مع بعض كبده بالرده. حلوه جدا جدا وتتبيلتها حلوه وطعمها لذيذ. جربوها على طريقتي وهتعجبكم جدا، ما فيهاش اي افتكاسه خالص. لكن خدوا بالكم من التركات دي، هتفرق جدا جدا في الطعم وفي التسويه. بصوا الكبده مستويه جدا جدا، دايبه دوب فعلا، ما اخدتش وقت خالص. تعالوا نشوف الطريقه بتاعتها. وطبعا لازم عصرة الليمونة كده على الكبدة. بصوا انا هنا بجيب من عند الجزار الكبده وبقول له انا هعملها كبده بالرده او كبده بانيه، فعايزاها شرايح تمام. وانا يعني ايه، لو لقيت فيها حاجه عايزه تتقطع او اظبطها بظبطها في البيت وبدقها كده دقه بس بسيطه خالص بشاكوش البفتيك او مدق البفتيك. هنا بقى التتبيله او الدريسنج، بوله هنحط فيها معلقه كبيره من الثوم، معلقه كبيره من هريسه الشطه، معلقتين من الخل، معلقه صغيره كمون، رشه فلفل اسود، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وليمونه كده كبيره، ومعلقتين من زيت الزيتون. وبنقلب كل ده مع بعضه وننزل بالكبده نقلبها كده. وكده التتبيله بتاعه الكبده جاهزه معانا. بنسيبها بالظبط من 10 دقايق لنص ساعه، ما تسيبوهاش اكتر من كده. بصوا انا بالظبط سبتها نص ساعه غالبا يعني. تعالوا بقى نعمل الكفر بعد ما طلعت الكبده من التلاجة. الكفر عباره عن ايه؟ 4 معالق من الرده، معلقتين من الدقيق، معلقه من النشا، يعني 3 2 1. 4 ردة و2 دقيق واحدة من النشا ورشة من الملح بس. خلاص الخليط أو الكفر جاهز معانا. الردة اللي هي الناعمة بتاعة السمك اللي احنا بنشوي بيها السمك دي يا جماعة، أو اللي هي الردة بتاعة العيش البلدي ده. المهم بشيل كده الكبدة، شرايح الكبدة، واحطها في الكفر ده، وبحطها كده في طبق. وبكون بقى دلوقتي محضرة زيت مش غزير قوي، بس يعني زيت شوية حلوين كده في الطاسة، ويكونوا سخنين جدا، بحيث انتوا اول ما تنزلوا الكبدة تعمل تش كده. تعالوا بقى نشوف الزيت اهو زي ما انتم شايفين، واسمعوا بقى وشوفوا التش. ايوه هي دي. بنقلي الكبدة ازاي او بنحمر الكبدة دي ازاي؟ بتبقى النار عالية اول ما بنحطها، واول ما تلاقوا اللون كده بدأ يصفر، قومي قلبيها على الناحية التانية، وتاخد برضو لون، وتقومي ايه، مهديه النار خالص. وهكذا لحد ما هتلاقوها بالظبط اخدت معاكوا 5 دقايق واستوت وزي الفل. 5 دقايق، خدوا بالكوا على جهتين، او ممكن 6 دقايق، 3 على الجهة الاولانية و3 على الجهة التانية. المهم شوفوها، شوفوا تسويتها وهتستوي معاكوا وتبقى زي الفل. الكفر مش هيوقع ابدا. قدموها بقى مع ليمون كبده، يعني ليمون يا جماعه، عصروا كده الليمون واستمتعوا بشويه طحينه وعيش بلدي، بتبقى خطيره. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. ما تنسيش اللايك والشير. اشوفكم على خير في رعايه الله. مع الف سلامه.